الصحراء كانت على الدوام مغربية، إنها مغربية وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنهاء استعمار الأقاليم الصحراوية للمغرب قد تم بشكل نهائي ولا رجعة فيه منذ عودتها إلى وطنها الأم في عام 1975 بموجب اتفاق مدريد. قبل هذا الاتفاق بوقت طويل، أقرت محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدة في رأيها الاستشاري أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا في 1884، ما يسمى خطة التسوية الاستفتاء، اللذين يتمسك بهما البعض بشكل يائس. قد تم إقبارهما بشكل نهائي من طرف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين. المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد التجسيد الأمثل لهذا الحل في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، فمجلس الأمن وصفها باستمرار في جميع قراراته بالجادة وذات المصداقية، وذلك منذ تقديمها في 2007. هذه المبادرة حظيت منذ ذلك الحين بدعم دولي، إذ أن أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة تمثل كافة مناطق العالم، والتي تحضر غالبيتها العظمى هذا الاجتماع تعتبرها الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع.